زي النهارده في 8 رمضان حصل ايه؟ تعالوا لي. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يرسل أبا قتادة الأنصاري إلى بطن إيضا للتمويه على المشركين بخط سير المسلمين لفتح مكة، وكان أبو قتادة قد عاد لتوه من مهمته في غطفان بنجدة التي أذى أهلها المسلمين. وفي 9 هجرية وقوع غزوة تبوك بين الروم وحلفائهم من قبائل العرب ضد المسلمين. وفي 164 هجرية عودة جيش المسلمين إلى قرطبة ظافرا بعد انتصاره على جيش شارلمان في معركة بابا الشزري. في 287 هجرية وصول رسالة إلى الخليفة العباسي أحمد المعتصم بالله في أثناء صراعه مع القرامطة الذي يقودهم أبو سعيد الجنابي، تنص على أن القرامطة قد أطلقوا القائد العباسي ابن عمرو الغنوي الذي أسروه، وأنه قادم إلى بغداد في مركب. في 431 هجرية السلطان السلجوقي طغال بيك ينتصر على جيش الدولة الغزنوية في معركة دندقان ويستولى على خراسان، ويجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة. في 455 هجرية ولاية السلطان السلجوقي آلاب أرسلان بعد وفاة عمه السلطان طرغال بيك المؤسس الحقيقي للدولة السلجوقية، ويعد آلاب أرسلان من كبار رجال التاريخ وصاحب الانتصار الخالد على الروم في معركة مالازكرت. في 665 هجرية بدأ حصار مدينة عكا بقيادة الظاهر بيبرس، وكان قد بلغوه وهو في دمشق أن جماعة من الفرنجة تغير في الليل على المسلمين وتتوارى وهي ترتدي ثياب المسلمين. قاد السلطان بيبرس سرية خاصة استطاعت اقتناصهم بعد أن كانوا ينطلقون من عكا، وحاول الفرنجة المقيمون في عكا ضرب المسلمين، فأمر بيبرس بالقضاء على حاميتها وهدم جدرانها إذا لم يتمثل أهلها بالولاء للنظام الإسلامي للدولة. في 817 هجرية السلطان المملوك المؤيد شيخ المحمودي يصدر قرارا بتعيين الأمير الطنبغة العثماني قائدا عاما للجيش، وذلك بعد وفاة القائد السابق وهو الأمير يلبغ النصاري الذي توفى ليلة الجمعة في 2 رمضان. في 837 هجرية السلطان المملوكي سيف الدين بيرساباي يرسل تجريدة حربية بحرية لتطارد مركب قراصنة الفرنجة بعد أن بلغوا أنهم أخذوا 5 من مراكب المسلمين أمام ساحل بيروت وفيها بضائع ورجال. في 891 هجرية العثمانيون ينهزمون أمام مماليك السلطان قايتباي، وقد أسر المماليك أعدادا كبيرة من الجند العثمانيون وغنموا مدافعهم وأسلحتهم، ثم زحف المماليك داخل الأناضول وحاصروا مدينة أنضة واحتلوها. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. سلام.